جايز رجعنا لكم بفيديو جديد. النهارده هناخدكم معانا في يوم تدريب السكيت بتاعنا. هنوريكم التمرين والحركات اللي بنتعلمها وازاي الرياضه دي بقت جزء كبير من حياتنا. قبل ما ننزل التدريب لازم نهتم بكل التفاصيل، اللبس والسكيت والحماية، لان السكيت مش بس لعبه، دي رياضه محتاجه تركيز وتدريب. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وما تنسوش تتابعونا على التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستا يوتيوب. احنا حبينا السكيت لان بيخلينا نحس بالحريه والطاقه، كل حركه جديده بنتعلمها بتخلينا نفرح ونحس ان اتطورنا عن اليوم اللي قبله. ناس كتيره فاكره ان السكيت مجرد لعب، لكن الحقيقه ان الرياضه فيها توازن، قوه، مرونه وتركيز، ومع الوقت بتخليكي تثقي في نفسك اكتر. طبعا مش كل حاجه بتبقى سهله، ساعات بنقع وساعات نعيد نفس الحركه كذا مره، بس اجمل احساس لما في الاخر ننجح فيها. احلى حاجه ان احنا بنتمرن سوا، كل واحده بتشجع التانيه، وبنفرح باي خطوه جديده نوصل لها. لو بتحبوا تجربوا رياضه جديده ومختلفه جربوا السكيت. ورا كل حركه بتشوفها في الفيديو في محاولات كتير، وفي ضحك وفي اخطاء وفي قعده كتير، بس ده اللي بيخلي النجاح احلى. حاجه في السكيت انه بيعلمنا الصبر والثقه في نفسنا، كل يوم بنتعلم حاجه جديده ونحاول نكون افضل من اليوم اللي قبله. عارفين ايه احلى حاجه في تعلم السكيت؟ مش بس انك تتعلم حركه جديده، الاحلى ان يكون معاك كابتن يفهمك ويصبر عليك خطوه بخطوه. كابتن عنده صبر كبير، بيعرف يتعامل مع الاطفال ويخلي التدريب ممتع مش ضغط. وكمان المكان واسع وكبير، مكيف بالكامل نضيف جدا، وفيه مساحه تخليك تتعلم براحتك وتتحرك بامان. هنا كل حاجه معموله عشان تخليك تحب السكيت اكتر وتتعلم بسهوله وتطور نفسك يوم بعد يوم. لو نفسك تبدا السكيت او تطور مهاراتك في السكيت، المكان ده مستنيك. وطبعا هتسالونا المكان فين؟ المكان طوكيو سكيت اكاديمي في اسكندريه، فرع سيدي جابر، داخل مول سيدي جابر، الدور الثالث. السكيت مش بس رياضه، السكيت ثقه، فرحه وتحدي كل يوم. لو عايز تتعلم صح، المكان الصح والكابتن الصح يفرقوا جدا. احنا بنكون موجودين هناك لما بنكون زهقانين، بنروح نتدرب مع كابتن طوكيو. احنا النهارده كنا بنتدرب على حركات ومهارات في تدريب السكيت من السهل للاصعب: الوقوف على السكيت والمشي السكيت، الدفع والتحرك، التوازن على رجل واحدة، الوقوف بعد الحركة، الفرملة، اللف يمين وشمال، لف دائري، التزحلق للخلف، تغيير الاتجاه، الكورس اوفر في اللفة، السبين، القفز البسيطة، التزلق لرجل واحدة، الحركات الحرة. الاحساس وانت بتتحرك، السرعه، التحديات والحركات الجديده، كل ده بيخلي السكيت ممتع جدا. كل مره تنزل فيها السكيت بتتعلم حاجه جديده، وتكتشف انك تقدر تعمل اكتر مما ممكن تتخيل. قولي بقى، لو حد بيعرف يلعب سكيت بتحبوا تعملوا حركات ايه؟ هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على تدريب السكيت بتاعنا.